فنانين سعوديين وصلوا إلى القمة ثم اختفوا، أين هم الآن؟ أما أكثر الفنانين توهجاً ونجومية ومحافظة على ذلك فترة طويلة فهو الفنان جواد العلي، الذي استطاع إدخال الأغنية الخليجية إلى الكوبليهات الغربية، وتمكن من إيصال نجوميته وشهرته إلى كافة أرجاء الوطن العربي. أما الفنان عبد الهادي حسين فاتسمت انطلاقته بقوة نهاية التسعينيات، وساعده في ذلك ألبومه الأول مع روتانا الذي أطلقه عام 2008 بعنوان الأمر غير، كما قدم أغنية أوصلته إلى الشهرة وهي بوسني، حيث حظيت بنجاح كبير لجرأة فكرتها. الفنان نايف البدر سطعت نجوميته كذلك في تلك الفترة التي تعد من الفترات الذهبية بالنسبة إليه، فقدم نفسه فنانا متميزا ومتألقا من خلال اللون العاطفي الذي قام بأدائه، كما تميزت أعماله الغنائية بالكلاسيكية والشاعرية